السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا عايزه اقول لكم المال الحلال اهو. المكرونه بتاعتي اهي. ايه رايكم في المكرونه بتاعتي؟ دي لحمه مفرومه معصجه، بعينها في الفريزر. طلعتها، حطيت عليها شويه فلفل اخضر وزيتون وجزر وقلبتها، يعني دول ربع كيلو. زودتهم انا زياده شويه، خليتهم كتير. عصقتهم مع بعض شوية كده كمان على النار، وبعدين هحط عليهم شوية طماطم عشان جوزي بيحب المكرونة تكون حمرا، يعني لونها بامبا كده مش بيضة. انا بعمل النهاردة صينية مكرونة بالبشاميل بس بطريقة بتاعتي انا، طريقة تفاحة. يا رب تعجبكم. ده البشاميل ده كيلو لبن، حطيت عليه 4 معالق دقيق، حطيت ملح وفلفل وشوية مرق دجاج ومكعب زبدة، كله ني في ني. حطيته كله على بعضه كده وبدوبه على النار عشان يكون خفيف وسهل كده، مش تقيل، مش بحمر الدقيق في السمنة وكده، ومش بياخد سمنة كتير. دي شوية مرق دجاج فورية، وبقلبهم كلهم على النار لغاية ما يسخنوا كويس ويبدأ يضخم معايا. شايفين بقى عامل ازاي؟ بقى سميك شوية وحلو. حطيت عليه شوية جبنة رومي. انا عندي جبنة رومي قصايص، ببشرها وبستعملها بدل الجبنة الموتزاريلا، وكمان بتعطي البشاميل طعم حلو قوي. جربوها، حلوة جميلة يعني بصراحة كده. شوفوا البشاميل بقى السمك بتاعه حلو ازاي. وبعدين بقى هنستف صينية المكرونة. انا عندي القالب البايركس بتاعي، دهنت الارضية بتاعته بشاميل في الارض، مش سمنة ولا حاجة برضك عشان ما نتقلش. والمكرونة طبعا حطيت عليها شوية الصوص الزيادة اللي كانوا في اللحمة، بقى لونها بامبا. كمان بحط شوية بشاميل قبل ما احط اللحمة، وبعدين بنزل بقى اللحمة فيها زيتون وفيها فلفل اخضر وفيها جزر بيديها تسكيرة حلوة كده. بفردها خالص فوق المكرونة، وبعدين بضيف المكرونة بقيتها تاني، الجزء التاني على اللحمة، بسويها كويس، وبعدين بحط عليها البشاميل. على فكرة يا جماعة، الكلاكيع اللي في البشاميل دوت مش دي جبنة الرومي. هو البشاميل طبعا كان بارد، فانا يعني الجبنة كلكعت فيه، بس لما بيسخن بيرجع تسيح تاني. بعدين بحط شوية جبنة رومي برضو مبشورة على الوش، ودي بقى التكة الحلوة بدل البيض، عشان انا مش بحب البيض عشان بيعمل ريحة زفارة. دي معلقتين قشطة بضربهم كويس قوي بالمعلقة، وبدهن الوش كله بيها، وامسح الصينية كويس، ودخلتها الفرن. وشوفوا المكرونة بتاعتي حلوة ازاي. ايه رأيكم بقى؟ مال حلال ولا مش مال حلال؟ مع السلامة.